السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حكيم زياش وحسب عدة مصادر صحفية ما زال يرغب التعاقد مع فريق آخر في إطار الانتقالات المقبلة. زياش قد يستمر مع تشيلسي بشرط التخلي عن جراهام بوتر ومجيء مدرب آخر برؤية منسجمة مع طموح اللاعب. مسؤولي تشيلسي ليسوا ضد ذهاب جراهام بالرغم من التعاقد مع عدة لاعبين جدد والنتائج غير مطمئنة. أيوب الكعبي. تواصل فريق رجاء البيضاوي مع اللاعب أيوب الكعبي ومنتصر الحتيمي بعد الزلزال القوي اللي ضرب تركيا. حسب جريدة الصباح، الأخضر مهتم باللاعبين لا سيما أن بطولة تركيا مهددة بالتوقف. وحسب نفس المصدر أن الرجاء البيضاوي يستغل قرار الفيفا بترخيص اللاعبين الممارسين في تركيا لمتابعة الموسم الرياضي خارج تركيا رغم التوقف الميركاتو. تشيلسي مهتم بعبد الصمد الزلزولي. حسب بريس إسبانيول، فريق تشيلسي يراقب اللاعب الزلزولي. الفريق اللندني اتصل مع موتيلي الزلزولي من أجل جلب اللاعب في نهاية الموسم المقبل. الزلزولي 21 سنة، عنده عقدة مع فريق البارسا إلى سنة 2026، لكن الأزمة المالية للبارسا قد تدفعه للسماح للاعب للمغادرة. في نفس الوقت، وساسونا مهتمة بالحفاظ عليه، لكن لا تتوفر على خيار الشراء في العقد مع البارسا.